أهلا وسهلا فيكم من جديد. رح نعمل مع بعض وصفة دجاج الشواية بالفرن. بصراحة نحن بنحب نعمل دجاج الشواية بالبيت، وكل مرة بنعملها بيطلع أطيب من المرة اللي قبلها، ولسه بتصير أطيب وأطيب بس نحضر جنبها رز البخاري. خلونا نبلش ورح ورجيكم كيف تحضروا الدجاج والرز خطوة بخطوة بأسهل وأبسط ما يمكن. اليوم رح تبل 3 دجاجات، بس رح أعطيكم عيار دجاجة كاملة. عنا معلقة كبيرة من كل نوع، بودرة ثوم، زنجبيل مطحون، وملح، بابريكا مدخنة، وكزبرة يابسة، وعنا نص ليمونة، وربع كاسة خل، و5 حبات هيل حب. أول شي رح حط الليمون مع الخل وادعكن كتير منيح، وبعدها بدي حط البهارات وخلطن مع بعض، وهيك بعد ما خلطن رح أضيف الحبات الهيل والمعلقة الملح، وهيك بعد ما خلطنا البهارات هلأ رح نتبل الدجاجة. أول شي بدي بلش بشرايح الليمون، بحطهم بقلب الدجاج. طبعا أنا هون الدجاج مغسلته ومنظفته من قبل بوقت. هلأ هيك ببلش تبلها، تبلها كتير منيح، بدي تبلها من كل الجهات مثل كأني عم بعملها مساج للدجاجة لحتى تشرب كل النكهات، وبخليها 4 ساعات، أو إذا بتحبوا إذا ما في وقت دغري منتبلها ومنفوتها على الفرن. وهيك بعد ما خلصت التتبيل 3 دجاجات، وهون بعد 4 ساعات حطيتها بكيس حراري مخصص للفرن. بدي أعمل ثقوب بنكاشة الأسنان حتى ما ينتفخ بالفرن، وإذا ما متوفر فيكم تحطوا ورق زبدة على الدجاجة وتغلفوها بالقصدير وتفوتوا على الفرن. أنا هون بكون مشغلة الفرن على حرارة 230، تقريبا بدهم ساعة ونص لساعتين لحتى يصيروا معنا جاهزين. شايفين منظر الدجاج قديش بشكله بشهي؟ لبين ما يكون صار الدجاج جاهز رح أعمل حده رز بخاري بيطلع كتير طيب. أنا عاملة كمية كبيرة، رح أعطيكم عيار كاستين رز. بدي جزرتين وسط مبروشين، و4 حبات بندورة معصورين، وإذا ما متوفر ممكن تستخدموا شراب البندورة تقريبا معلقتين. بدي ربع كاسة زيت قلي، و50 جرام زبيب أسود. البهارات عندي معلقة كبيرة من كل نوع، كمون مطحون، وملح وسكر، والبهارات الصحيحة حبتين لومي وورقتين غار وعود قرفة وقرنفل. بطنجرة حامية بدي حط الزيت وقلي فيها البهارات الصحيحة، بقليهم منيح لحتى تطلع ريحة البهارات. بعدها بدي ضيف البندورة المعصورة، بخليها تقريبا شي 5 دقايق لحتى تتسبك معنا البندورة ليبين عنا الزيت طلع على الوش. وبعدها بدي ضيف المي، طبعا لكل كاسة رز بدنا 1.5 كاسة مي. وبعد ما أحط المي بستنى عليها لتغلي شوي، وبدي ضيف بعدها البهارات، الكمون والملح والسكر. طبعا الملح حسب الرغبة، أنا هون حطيت لكل كاستين رز معلقة كبيرة ملح، وانتو حسب ما بتحبوا الملح. وبعدها بدي ضيف الجزر المبروش، بحركهم شوي كمان هيك 5 دقايق. وبعدها بدي نزل الرز المنقوع عندي. طبعا الرز أنا منقوع من قبل بساعة، وهيك بستنى عليهم شوي لبين ما تبين معنا حبة الرز. بلش تنشف المي وتبين معنا حبة الرز، بنوس النار عليها. وبعدها بحط شوية الجزر المبروشين، وبحط زبيب، وبنوس النار على أوطى حرارة، وبدي غطيها بورق سلوفان. بخلي الرز تقريبا 25 دقيقة على نار هادية لحتى يتفلفل معنا الرز منيح. وهون بعد 25 دقيقة صار الرز جاهز معنا. لو فيكم تشموا الريحة، ريحته طالعة بتشهي. وهلأ بدي شيل الكشنة اللي هن الزبيب والجزر. عن جد ريحة الرز طالعة بتشهي،
بتاخد العقل. طبعا رز البخاري هي من ألذ الكبسات اللي ممكن تجربوها، سهلة وبسيطة وما بتاكل وقت كتير. وهلأ رح صب الرز. شوفوا الرز كيف طالع مفلفل ومانو مخبوص معي. منظر الرز طالع بشهي. بنصحكم تجربوا هاي الطريقة، كتير سهلة ورح تحبوها أنا متأكدة. وهون حطيت دجاج الشواية، طبعا الدجاج دايب ذوبان، وشوفوا كيف محمر، عن جد طالع بشهي. وهيك حطيت الكشنة على الوش وزينته بحبات اللومي. وهي طبق الرز البخاري مع الدجاج الشواية بالفرن بطريقة سهلة وبسيطة. بنصحكم تجربوها وتخبروني بالتعليقات، وبشوفكم بفيديو جديد، وصحتين وألف هنا.